عندنا انواع اللامات. احنا في اللامات بنغلط فيها جدا، احنا لازم نشرحها كويس ونفهمها كويس علشان نتملاها كويس. طب اللامات عندنا ايه؟ لام شمسية، لام شمسية، ولام ايه؟ برافو عليك، ولام قمرية. طيب ميس ايمان، هو انا هاخد اللام الشمسية والقمرية على طول؟ اياك، لازما قبل ما تدي اللام الشمسية والقمرية لابنك تديله لام قال التعريف. قال التعريف. ايه قال التعريف دي يا ميس ايمان؟ يعني الكلمة اللي أولها ألف وإيه؟ ولام. يعني كلمة شرح. يا ريت ابنك اللي يقرأ كمان. شرح. أيوه برافو، ممتاز، برافو عليك. هو شوف ما شاء الله نطق على طول. شرح الشرحة. لام التعريف دي بتاخد معاك بالظبط حوالي شهر، بتقعد شهر كامل تدي لابنك في لام التعريف كل حصة لازم. الشرحة. كلمة هقول له ممتاز. هنعمل ايه يا جماعه؟ هنحط الالف واللام اهي، فتحه سكون، واقول لها مد ايديك، وارجع الكلمه اللطيفه دي نحطها هنا بالتشكيل بتاعها. ف الايه؟ طيب وبعدين يا مس ايمان؟ وبعدين كلمه هحط برضه. برافو عليك، ادي فتحه سكون اهي، واحط اخد الكلمه دي زي ما هي احطها فين؟ هنا طيب نفس كلمة رجمة هنحط فيها الألف واللام، وعد أحط فيها الألف واللام. حلو، خلصت قال التعريف وخدت ظهر خلاص. ناخد بعدها مس إيمان بقى إيه؟ ناخد بعدها برضو مش اللام الشمسية والقمرية، أمال إيه؟ هناخد بعدها برضو حاجة اسمها جحا غبي فك مخ وقع. دي بقى كلمات بتاع اللام الشمسية واللام الإيه؟ القمرية. ما باخدهاش كلها، هو المفروض جحا غبي فك مخه وقع، انا باخد منها كلمه واحده بس، هما المفروض 5 جمل. بتقعد معايا برضو جحا دي الجمله كلها بتقعد معايا حوالي شهرين. او لو ابنك ما شاء الله تركيزه كويس بتاخد شهر ونص. بديله الاول جحا واقول له بص، الجيم والحاء والالف جحا، او تخليه يكتبها هنا مره مجمعه ومره مفرقه. طب يا مس ايمان وبعدين هجيب له الالف واللام زي ما انتم شايفين كده، الحمد، وخليه يا ريت هو اللي يقرا، هو حفظ خلاص ان دي فتحه سكون فقال ايه؟ الحمد. جدع، برافو عليك، حمدو. ابني بقى اللي يقرا في الخطوه دي ضع صح. يعني ايه ضع صح يا مس ايمان؟ يعني ستك هتيجي على الالف واللام وتموتها، هتقول له موت التعريف او لام التعريف، او موت الالف واللام. الحرف اللي بعديها ايه؟ حطي لي خط تحتيه. برافو عليك. الحاء دي موجوده هنا؟ اه يا مس ايمان موجوده اهي. حلو، يبقى انا هعمل علامه ايه؟ صح. نيجي على اللي بعدها، بتموت مين؟ بنموت الألف واللام. برافو عليك، بنموت الألف واللام. أول حرف قبلك مين؟ النون. يبقى أنت لازم تحط على النون إيه؟ خط. وبعد كده النون دي موجودة هنا؟ لا. يبقى أنا إيه؟ أشطب. أنا بلعب في الحروف اللي فيها الجيم والحاء والألف بس، ما بجيبش حروف غيرها. تمام. واجيب بقى طبعا لامات نون شمسيه بقى اللي هي زي النون والشين والظاء والحاجات دي كلها. اللي بعدها اشطب على الالف واللام وارجع اخد الالف دي موجوده هنا؟ موجوده. اعمل ايه؟ صح. في بقى مرحله ثالثه دي لسه احنا ما عرضناهاش، دي كده المرحله الاولانيه والجزء الاولاني من اللام الشمسيه والقمريه. الى الان انا ما خلصتش. طب بس ايمان ابني خد جحا غبي فك مخ وقع، بعدها المفروض ياخد ايه بقى؟ بعدها بقى المفروض تفهميه ان الصح اسمها قمريه. الصح اسمه ايه؟ قمريه. يعني انت يا حبيبي الصح دي يبقى الحروف دي من حروف اللام الايه؟ القمريه. طب يا مس ايمان بيكتب قمريه؟ بيكتبها، المفروض يكتبها. طب وبعدين ممكن بقى يا مس ايمان اجي في الاختصارات اعمل له دايره كده، الصح تبقى ايه؟ قمريه. طيب كلمة النور لام قمرية ولا شمسية؟ هقول له دي غلط، الغلط تبقى ايه؟ شمسية. الغلط تبقى ايه؟ شمسية. طب مس الشين اولها شين، يبقى نعمل في الدايرة دي ايه؟ شين. نيجي بعد كده الام عليها صح تبقى شمسية ولا قمرية؟ لا مس ايمان كل صح يبقى ايه؟ قمرية. بمشي خطوة خطوة، هتلاقي ابنك بيغلط مرة بيكتب مرة كويس جدا، مفيش مشكلة، كملي معاه برضه. طيب نيجي هنا، الزوج، احوش الالف واللام. ازاي دي موجوده هنا؟ زوج. ايوه. ازاي دي؟ شايف ازاي دي كده موجوده هنا؟ حرف ازاي؟ هقول له لا، يبقى انا هعمل ايه؟ هقول له غلط، والغلط بتبقى ايه؟ والغلط شمسية، يبقى اكتب عليها حرف الشين. نيجي على اللي بعدها، نحوش الالف والايه؟ نحوش الالف واللام. اللي قابلني حرف مين؟ حاء. ممتاز. الحاء موجوده هنا؟ الحاء موجوده، بعمل له ايه؟ صح. وصح دي تبقى ايه؟ لام ايه؟ ممتاز. يعني دي حروف اللام الايه؟ قمرية. طيب احنا هنخليه يأذن هو اللي يكتبها كده. يلا يأذن، يلا يأذونا كده.
هنا هخلي يزن هو اللي يحل. ها هتحلها ازاي يا يزن؟ هشطب على الألف واللام. ممتاز. وبعدين هنعمل خط وفينا خاء. لا خاء. هنا مفيش خاء. هنا مفيش خاء. هنروح هنا كاتبين غلط. ها هنعمل ايه يا مس؟ شطبنا دي وعملنا على دي خط. هنا جميل. في حاء. في حاء. هنروح عاملين صح. برافو عليك. وهنعمل الشين ولا القاف؟ القاف. القاف عشان دي لام ايه؟ قمرية. ممتاز. برافو عليك. شوف بقى، اللهم بارك، دي اول حصه ليا خدها، اللهم بارك، حاجه زي الفل. طب اللي بعدها نشوف، نجرب تاني. يلا وحلوا معانا. ها هنا هنشطب دي وهنعمل على اول حرف. ممتاز. هو هنا موجود مش موجود. شوف هو بص هنا موجود ولا مش موجود؟ قال لا مش موجود. هيعمل ايه؟ غلط. طيب الغلط دي تبقى شمسيه ولا قمريه؟ شمسية. ممتاز. اكتب حرف الشين ولا القاف؟ شين. ممتاز. بارك الله فيك. هيكتب حرف الشين. هيكتب حرف شين. ممتاز. برافو عليك. في بقى مس ايمان، طبعا هم عندنا بالكم انتوا تعملوها. في بقى ضع دائره حول القمري. التاء دي من الحروف موجوده هنا؟ لا. يعني مش من الحروف القمريه. طب النون دي موجوده؟ لا. طب السين؟ لا. طب الحاء؟ ايوه. داير عليها. ده برضه تمارين بينشط الذاكره عند ولادنا، بيظبط الدنيا. ها الدال؟ لا. ها الجيم؟ يلا. ها الطاء؟ لا. ماشي. الالف؟ ايوه. ممتاز. برافو عليك. ده كان باختصار درس اللام الشمسية واللام القمرية، بس الجزء الأولاني. أنا كده ما كملتكش، أنا كده بديك بس الجزء الأولاني نبذة مختصرة قبل ما ندخل في اللام الشمسية واللام القمرية. عرفتك إن إحنا بناخد قبل اللام الشمسية والقمرية آلة تعريف وإزاي بنحطها، ونرجع بعد كده ناخد صح وغلط. وفهمتك كمان ان في حاجه اسمها قمريه وحاجه اسمها شمسيه، والاختصارات بتاعتها، وازاي تمشي مع ابنك، وازاي تعرفه وازاي يحفظ الحروف القمريه والشمسيه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، وفعلوا زر الجرس، وتابعوني على فيسبوك مس ايمان اسس صح. مستنياكم ان شاء الله في كل جديد. ده الجزء الاولاني، استنى في الجزء الثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.